إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، لا زالت الأشواط مستمرة، لا زالت الإبداعات مستمرة في هذا الانطلاق وفي هذا التحديات في هذا الشوط وفي هذا التقدم. انطلق الشوط الرابع عشر للقعدان المفاريد من مسافة 1500 متر. يتقدم بداية مع صدارة الشوط، نتابع صدارة الشوط، نتابع باهي مبارك بن فرحان بن مبارك الشمري من يتسلل على صدارة الشوط. وثاني المراكز وثاني التحديات شاهين عبد المحسن بن محمد القرشي. وثالث المراكز ليحضر شعار صويح بن خيلان الشمري. ورابع المراكز شعار مياح بن دريس الشمري مع الجذاب. وخامس المراكز وخامس التحديات يتابع هذا الحضور، يتابع شاهين محمد بن صالح المري من يتقدم. ولكن عودتنا الى باهي، الله على باهي على هذا الانطلاق. مبارك بن فرحان الشمري من يقدم لنا باهي. وثاني المراكز صويح بن الخيلان الشمري من يقدم لنا تعيب يا تعيب. وثالث المراكز مرحبا بهذا الحضور، وصل المهيب سلمان بن سعود بن نواف سعيد. ورابع المراكز ليحضر ناصر بن احمد السعدي مع عز. وخامس المراكز ليحضر شعار مرزوق بن سعيد الرمالي الشمري. ولكن الله على عز، الله على هذا الانطلاق الممتاز، الله على هذا الحضور. عز يا عز يا عز مع هذا الانطلاق ناصر بن احمد السعدي. وثاني المراكز وثاني المراكز يتابع شعار الرمالي. ولكن وين الانتصار، وين شعار ناصر بن احمد السعدي؟ نعم. وثاني المراكز وثاني التحديات سلمان بن سعود بن نواف السعيد. وثالث المراكز سياف مرزوق بن سعيد الرمالي الشمري. ورابع المراكز وخامس المراكز ورابع المراكز شعار باجي بن تركي بن صهيب الدوسري مع المحيط. وخامس المراكز الملاحظ راشد بن محمد الهاجري. التوقيت الزمني ولحظة الوصول 2 دقيقتين 12 ثانية 37 جزءا من الثانية.